وماما لا هاتي 20 رغيف عشان عايزين نفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة يا جماعة هنجاوب على أرخم سؤال على قلب كل ست وعلى قلب كل راجل عايش لوحده بيطبخ لنفسه، وعلى قلبي أنا شخصيا. هناكل إيه النهاردة؟ النهارده جايب لكم اكتر من 120 طبق رز. على فكره مش هيقدر قيمه الحلقه دي غير اللي بيتخنق وحاسس بالحيره والنفخ البسيط التافه الرخم اللي احنا بنعيشه سوا. على فكره الفيديو بسيطه، يعني محدش يستنى بقى هتلاقي بقى اكل جديد ولا وصفات جديده ولا طريقه الاكل خالص. هو تجميع وحصر لمعظم الاكلات البيزك اللي احنا بناكلها في حياتنا عادي. يلا بينا نبتدي الحلقه. نبتدي بالخضار. الملوخيه 4 حاجات. احنا كلنا عارفين الملوخيه يا اما تبقى خضراء يا اما تبقى ناشفه، مش مهم، بس احنا هنشوف بقى نعملها ازاي. ممكن نعملها مره عادي ساده جدا مفيش حاجه وهتبقى جميله واخده برضو البوز بتاعها على السفره عادي جدا. ممكن نعملها باللحمه او بالفراخ اهو تاني مره اهي. ممكن نعملها بالجمبري يوم وكلميني على السعاده الزوجيه. ممكن نعملها بالارانب. ادي الملوخيه 4 ايام ملوخيه اهو ماده واحده. ممكن تعمليها في الشهر 4 مرات على حسب حبك للملوخيه عادي. وادي كده خلصنا من الملوخيه. الباميه 3 يا بالصلصه عادي جدا وشويه ليمون والدنيا تبقى لوز، يا اما باللحمه بس يعني قدري الباميه لان لما بتتعمل بالضاني بتبقى موضوع، يا اما ممكن نعملها ويكا. والويكا ديت يا نهار ويكا جميله قوي مع شويه بطاطس مع شويه فلفل مقلي، ولو حته بتنجانه دخلت في النص كده العيال هيعملوا لي وماما لا هاتي 20 رغيف عشان عايزين نفطر. حاجات كده يعني. الفاصوليا ممكن نعملها بطريقتين. اساسا الفاصوليا خضراء وبيضه، فالخضراء ممكن نعملها ساده وممكن نعملها باللحمه او بالفراخ، وممكن نعمل فاصوليا بيضه ونفس اللي هتعمليه في الخضراء هتعمليه في البيضه. البزله 2 عادي اللي هي بالجزر جميله قوي، وممكن تحطي بطاطسايه مكعبات صغنونه جميله هتبقى لذيذه. ممكن تعمليها لوحديها عادي، ممكن تعملي مع البزله لحمه او فراخ او اي حاجه قشطه. البزله جميله بس هتبقى احلى بشويه رز ابيض. القلقاس، العسل، الفايده، الطاقه، الجمال، كل حاجه جميله في القلقاس. طبعا القلقاس يتعمل عادي ويتعمل باللحمه ويتعمل بالفراخ ويتعمل بصي القلقاس ده ترميه قوي وشويه رز كمان مع شويه فلفل مقلي يا هيبوسوا ايدك. قلقاس. السبانخ هنعملها عادي او باللحمه او بالفراخ او باللحمه المفرومه اي حاجه. السبانخ فايده جامده جدا، وبالنسبه لكل الخضار جميل. ركزي في الخضار هينجز معاكي. الكوسه يا اما صلصه حمراء عادي وممكن تعمليها باللحمه بالفراخ باي مرقه الدنيا جميله. الكوسه لذيذه حلوه جميله طبعا. يا اما نعملها مقليه وبعد ما تقليها تروح جايه حاطه صوص ابيض والله اختراع. يا اما تعمليها بالبشاميل. كوسه بالبشاميل في حاجه اكيد انت عارفاها دسمه كده وليها رونقها كده كانك حاطه دي كرومي للعيال. البطاطس 6 اصناف. اول حاجه هنعمل بطاطس عادي اللي هي الصينيه الحمراء العاديه بتاعتنا. ممكن بقى نعملها باللحمه، ممكن نعملها بالفراخ، ممكن نعملها بالسجق براحتك عيش. بس الرز برضو الابيض هيبقى حكايه جنبي. ممكن نعملها محشيه لحمه مفرومه ودي هنعملها يوم المحشي. ممكن نعمل بطاطس بيضه هي نفس صينيه البطاطس الحمراء بس هنحط بقى فلفل الوان. هنرمي فصين توم. يا سلام بقى لو في شويه اجنحه متبقيه كده قوانص بتاع برضو اليوم هيعدي معاكي. ممكن نعمل بطاطس بانيه بالتوابل بتاعه كنتاكي هتلاقيها موجوده عند العطار والعيال هيحبوها والله العظيم. جنبها شويه مكرونه والدنيا هتعدي وهيبقى يوم جميل جدا. كفته البطاطس على فكره انا ممكن هقول لك الوصفه في السريع. يعني البطاطسايه عادي من غير ما تسلقيها هتبشريها وهتجيبي اللحمه وهتعصجي اللحمه. هاتي الوصفه من على النت جامده جدا برضه. البتنجان يا اما هنعمله عادي مسقعه عادي يا اما نحط جواه لحمه مفرومه. ممكن نعمل بتنجان ونقليه ونجنب منه شويه فلفل وشويه بطاطس وطبق جبنه قديمه بالطماطم. يا سلام. هنعمل البتنجان بشاميل. هو نفس الكوسه بالبشاميل بس هتغيري الكوسه هتحطي بتنجان العرايس هتجيبيه هتسلقيه عادي او تقليه وتروح جايه فاتحاه من النص وحاطه فيه لحمه مفرومه. واحكي لي بقى جرايد عن البتنجان ده. القرطبيط معلش هو مش عاطفي بس جميل ومفيد جدا للاطفال على فكره. ممكن يبقى مقلي ممكن يبقى بالصلصه. انا ما جربتش بالصلصه ما انصحش حد يجربه بالصلصه، بس انت لو جربتيه بالصلصه قولي لي في الكومنت عشان اعرف. بس هو الكرنبيط حلو ومفيد للعيال. الخرشوف فرنس السفره اللحمه المفرومه طبعا. شوربه الخضار ممكن بمرقه ممكن بغير مرقه براحتي. هتحطي فراخ هتحطي لحمه اي حاجه. شوربه الخضار مهمه جدا وتبقى اكل. البورمه ايه اللي هي البورمه ديت؟ ورقه لحمه. هنجيب اللحمه نقطعها ونحط معاها خضار وبتاع ونروح جايه كمراها كلهم في فويل وارمي في الفرن.
اللي مودينا في داهيه. هو ورق عنب، كرنب، باذنجان، طماطم، فلفل، كوبي. جميل المحشي، المحشي حلو. اللحمه لما تبقى طبق رئيسي